للأسف الجمارك اللي على الموبايلات اللي جاية من بره مصر زي الايفون بقت اجباري ثم اجباري ثم اجباري. ما عادش خلاص صاحبك او قريبك او حبيبك اللي كان جاي من بره يعرف يجيب لك ايفون ويعفيه لك من الضرايب في المطار، وده ابتداء من بكره يوم 21 يناير 2026. اللي حصل ان نترا اعلنت رسميا عن ان خلاص ما عادش حد هيعرف يجيب موبايلات من بره ويعفيها في المطار. يعني خلاص الموبايلات اللي مش بتتصنع محليا زي الايفون ما عادش قدامك غير انك تجيبها من الوكيل او تجيبها عادي من بره، ولكن هتدفع الضرايب بتاعتها خلال 90 يوم عشان ما يتقفلش. طبعا ده هيرفع اسعار الايفون جدا في مصر، وده لان اللي كان مخلي اسعار الايفونات يعني منطقيه شويه في مصر هو ان معظم الموبايلات اللي كانت في المحلات هي موبايلات جايه من بره ومعفيه جمارك من المطار. عشان كده كنا بنلاقي فرق سعر رهيب ما بين اسعار الوكيل واسعار الموبايلات اللي في المحلات عادي. يعني مثلا ايفون 17 برو ماكس اللي كان في الوكيل تقريبا ب 91 الف جنيه كان بيتباع في المحلات عادي في رينج ال 71 او 72 الف جنيه في الفتره الاخيره، معفي جمارك وموبايل كله تمام مفيش فيه اي مشكله. دي بتبقى موبايلات جايه من بره ومتسجله في المطار. خلاص اصبح دلوقتي مفيش ثغرات انك تجيب الايفون بسعر كويس، يا اما تجيبه من بره وتدفع عليه الضريبه وده هيخلي سعره عالي جدا، يا اما تشتريه من الوكيل وده برضه سعر عالي جدا. فخلاص كل كان موصي حد حبيبه يجيب له ايفون معاه ويسجله له في المطار يقول له ما تجيبش حد. السلام عليكم.